هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي ذات إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 20 من يوليو. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي نقدم لكم في الجزء الأول تعليقا حول الدعوة لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي ضد حكومة إقليم تيغراي وتأثيرها على إريتريا. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم تقريرا خبريا حول الكارثة البيئية الوشيكة التي تهدد البيئة البحرية في البحر الأحمر. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السودان والصومال يصوتان ضد تجديد مهام مقررة حقوق الإنسان لإريتريا. تزايد وتيرة التردي المعيشي في إريتريا ودول شرق أفريقيا. تصاعد التوتر في ليبيا مع تهديد مصري بالتدخل فيها. اليونان تطلب دعما أوروبيا في مواجهة تركيا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. صوت كل من الصومال والسودان ضد تمديد فترة عمل مقررة حقوق الإنسان لإريتريا السيدة دانييلا كرافيتس، ورغم ذلك فازت المقررة بتمديد فترة عملها لمدة عام آخر بفوزها ب24 صوتا وامتناع 13 دولة واعتراض 10 دول على التجديد. وعلق الصحفي البريطاني مارتن بلاوت في تغريدة له على تويتر قائلا: ألا تشعر بعض الدول الأفريقية بالعار بالتصويت لعدم تمديد فترة مقررة حقوق الإنسان في إريتريا؟ ألا تهتم هذه الدول بوضع حقوق الإنسان في إريتريا؟ وكانت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا قد قدمت تقريرها للمجلس، والذي أشارت فيه لأنه لم يطرأ أي تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وسوف تستمر السيدة كرافيتس في منصبها لمدة عام آخر حتى موعد انعقاد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، وستواصل في نفس الوقت تقديم تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. أكدت أرقام إحصائية تردي الأوضاع الاقتصادية خاصة في السودان المجاور لإريتريا، حيث أشارت إحصائيات صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي السوداني حول الاقتصاد السوداني بأن التضخم ارتفع بنسبة 136%، بينما ارتفع سعر صرف العملة الصعبة بواقع 22%، مما زاد من صعوبة الحصول على السلع الأساسية من وقود ودواء وغذاء. أما في إريتريا فقد قدمت إذاعة إرنا تفاصيلا دقيقة حول تردي الأوضاع الاقتصادية وقائمة بأسعار السلع الأساسية في البلاد. في ظل غياب الإحصائيات الحكومية الرسمية حول الوضع الاقتصادي، فإن المؤشرات يمكن قراءتها من خلال ارتفاع الأسعار وتدني الدخل وقفل الحدود وانعدام السلع الرئيسية في العاصمة والمدن الكبرى كالخبز والدقيق وزيت الطعام والسكر، حيث تحاول دكاكين حدري التابعة لشركة البحر الأحمر تعويض تدفق السلع الرئيسية بسبب قفل الحدود مع دول الجوار، ولكن دون جدوى. الجدير بالذكر بأن القيود التي فرضتها الحكومة الإريترية لمنع تفشي وباء كورونا زادت من الأعباء المعيشية للسكان، خاصة سكان المناطق الساحلية والتي تعتمد على صيد السمك، حيث منعت الحكومة صيد السمك وبيعه في الأسواق، مما أدى إلى تعطيل الصيادين من كسب عيشهم بالصيد. تصاعدت وتيرة التوتر في ليبيا بعد أن لمح الرئيس المصري بأن الجيش المصري يمكن أن يغير الواقع على الأرض. وقال الرئيس المصري في اجتماع مع زعماء القبائل الليبية بأن الجيش لن يتدخل في ليبيا إلا بطلب من القبائل، وأن تدخله سوف يغير الواقع على الأرض.
وقال الرئيس المصري: نحن تحملنا طوال السنوات الماضية التوترات في ليبيا، ونحن لا ننشد منها إلا استقرارها، لأن مصيرنا مشترك، وبالتالي لن نقبل باقتراب الميليشيات من الحدود المصرية حتى لو استدعى ذلك دخولنا إلى ليبيا لمنع ذلك. وعندما نقرر الدخول إلى ليبيا نفكر كيف نخرج منها، ولو فكرنا في ذلك سندخل بطلب منكم، أي القبائل الليبية، ونخرج بطلب منكم أيضا. وتوزع الاهتمام المصري مؤخرا بين طرابلس وأديس أبابا، مع اتهامات مصرية لإثيوبيا بمحاولات ملء بحيرة السد بصورة منفردة، وتهديد مصر باللجوء إلى الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الناشبة بين البلدين. أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس الأربعاء الماضي لأعضاء حزب الديمقراطية الجديدة في البرلمان الأوروبي أنه يتعين على شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أن يتفهموا أن اليونان، وهي عضو في الاتحاد، تواجه سلوكا متصاعدا ومحاولة من جانب دولة غير عضو بالاتحاد من أجل اغتصاب حقوقها السيادية، وهي دولة في الحقيقة كانت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن رئيس كتلة نواب حزب الديمقراطية الجديدة بالبرلمان الأوروبي ونائب رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي البرلمانية فانجليس ميماراكيس أكدوا للوزير ديندياس أنه تم إدراج قضية الاستفزازات التركية على جدول أعمال الجلسة الموسعة للبرلمان الأوروبي، حيث تم إبراز أبعاد المشكلة كافة بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. السودان والصومال يصوتان ضد تجديد مهام مقررة حقوق الإنسان في إريتريا. تزايد وتيرة التردي المعيشي في إريتريا ودول شرق أفريقيا. تصاعد التوتر في ليبيا مع تهديد مصري بالتدخل فيها. وأخيرا اليونان تطلب دعما أوروبيا في مواجهة تركيا. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إيرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي، ونقدم لكم في الجزء الأول تعليقا على دعوة مؤيدي حكومة أسمرة إلى دعم رئيس الوزراء الإثيوبي في مواجهة شاملة ضد حكومة إقليم تيغراي. وفي الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا عن الBBC حول كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إيرينا. خطر رأس الأفعى لا يزول بمجرد قطعه. تقرير بقلم فتحي عثمان. وزع المؤيدون لحكومة إسياس أفورقي في الولايات المتحدة وعبر الإنترنت ملصقا يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي وخلفه علما إريتريا وإثيوبيا، وتحت الصورة كتب باللغة الإنجليزية: الشعب الإريتري يقف مع أبي أحمد. والسؤال الذي يقفز إلى الذهن مباشرة بعد قراءة المنشور هو: كيف يتحدث المؤيدون للحكومة الإريترية عن كل الشعب الإريتري؟ والسؤال الثاني: لماذا يؤيد بعض الإريتريين رئيس الوزراء الإثيوبي في شأن داخلي إثيوبي هو من اختصاص الشعب الإثيوبي فقط بكل قومياته أولا؟ فهل يدعم هؤلاء أبي أحمد من أجل تحقيق السلام والأمن في إثيوبيا؟ بالطبع لا، بل يؤيدونه للقضاء على تيغراي. لماذا؟ لأنها حسب ما يظنون أنها المهدد الحقيقي لإريتريا ووحدتها وأمنها وسلامتها الإقليمية. ويمكنك رؤية حيلة العاجز وراء الملصق. مؤيدي الحكومة الإريترية يريدون أن يحقق لهم أبي أحمد ما عجز عنه عرابهم إسياس أفورقي في تحقيقه، وهو تدمير تيغراي والقضاء على وجودها وقوتها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وعندما نقول ذلك فإننا لا نؤيد طموحات وتوسعات واستراتيجيات حكام تيغراي أبدا، بل نقف منها موقف المراقب والمحلل والذي يدرك أبعاد الأخطار، ونقول أن هذه الملصقات
لا تعبر سوى عن قصر نظر وجهل بالتاريخ. فلو كانت القوة هي التي تدمر الآخرين لكانت دمرت التمرد الأول للويان ضد هايلي سلاسي في النصف الثاني من الأربعينات. ولو كانت القوة هي الأداة التي تدمر الفكر والشعور لكانت إثيوبيا قد سحقت الثورة الإريترية منذ عقود طويلة. الأمنيات والرغبات المريضة والتفكير الاستراتيجي مختلفان. حتى هنا لا يبدو الأمر مستغربا من مؤيدي الحكومة الإريترية، ولكن المستغرب حقا هو أن يتبنى بعض المعارضين نفس الفكرة ويقفون في نفس المنصة مع مؤيدي الحكومة ويكشفون في وقوفهم هذا قصر نظر ضار وجهل موازي ومؤذي في آن واحد. يدعي هؤلاء المعارضين ودون ما تحقق وتملي بأن دعم المخلص أبي أحمد في تدمير تيغراي سيؤدي بصورة تلغائية إلى تدمير فكرة الأغازيان العنصرية، لأن تيغراي وقادتها هم رأس الأفعى التي تستحق القضاء، جاهلين أن رأس الأفعى يمكن أن تلدغ فور قطعها وتكون لدغتها مميتة أيضا. اعتبار هؤلاء وبلا جدال بأن المهدد الأول لوحدة إريتريا هم الأغازيان ترتيب مخل وقاصر في أولويات المهددات ضد إريتريا ككيان، متناسين عن عمد مهددا أخطر وأعمق، وهو أن بعض أقطاب المعارضة الإريترية أنفسهم عندما طلبت منهم مخابرات تيغراي عندما كانت في السلطة تكوين وتنشيط أحزاب ومنظمات مجتمع مدني جهوية وقبلية نفذوا الطلب بأدق التفاصيل وتلقوا الأموال والدعم ولا زالوا نظير تفتيتهم لوحدة الشعب الإريتري. فهل يلام الوياني على ذلك؟ إن فكرة الأغازيان لن تجد لها أرضية إلا في ظل وجود شعب مفكك ومغيب الوعي. هذه إذاعة إرنا. أما فكرة انتظار المخلص أبي أحمد ليقضي لك على تيغراي ومن ثم يقضي لك بشكل تلقائي على الأغازيان فهي فكرة ليست طفولية فحسب بل هي مخجلة، لجهة أن الأغازيان كدعوة عنصرية لا زالت في طور الفكرة العنصرية البغيضة ولم تصل بعد وإن كانت تطمح إلى ميليشيات إبادة جماعية على الأرض. فكيف في هذه المرحلة يمكن تدمير الفكرة بالبندقية؟ هذه أيضا حيلة العاجز الذي ينتظر ويصلي آناء الليل والنهار أن ينصر الله المخلص أبي أحمد على أعدائه من التيغراي وأذياله من الأغازيان. وكيف يرى أنصار تأييد القبضة الحديدية والباطشة لأبي أحمد في مسح تيغراي من الوجود تصفية الأغازيان في الخارج؟ هل يقترحون على المخلص أبي أحمد إرسال وحدات كوماندوز خاصة إلى لندن وتل أبيب والنرويج لتصفية منظري الأغازيان على طريقة أفلام جيمس بوند؟ إن أي فكرة أو دعوة تجعلك تقف عاريا مع مؤيدي الحكومة الإريترية يجب عليك الفرار منها كما تفر من المجذوم. ويبدو أن تبني القاعدة التقليدية أن عدو عدوي وصديق صديقي صديقي هي نظرية يجب اتخاذها بكل حذر خاصة في الشأن الإثيوبي، وعلى الإريتريين أن يفكروا مليا قبل تمني تفكيك إثيوبيا، وهو الذي يهلل له الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن هنا لا ندافع عن طرف ضد طرف في أزمات إثيوبيا المعقدة والتي نقدم عليها في الأولويات أزمات إريتريا الداخلية، ولكن أيضا نضع في الاعتبار بأن تفكيك كيان كبير مثل إثيوبيا قد لا يعني بالضرورة أن إريتريا سوف تنعم بالسلام والاستقرار في ظل اشتعال البيت المجاور لها. نحن نعرف جميعا بأن الرئيس إسياس أفورقي يريد من أبي أحمد أن يتخلى من النهج الديمقراطي ويريده أن يتحول إلى حاكم أوحد مثل ما هو حاله في إريتريا، وأن يحكم شعبه بالحديد والنار ويلغي الدستور الذي تبنته إثيوبيا وأعطى حقوقا للقوميات الإثيوبية تصل في بعض الأحيان لحق الانفصال. كان ولا زال الرئيس السياسي ينتقد هذا الدستور بشكل مستمر ويقول بأنه سوف يفكك إثيوبيا، ولكن المبطن في كلامه أن يدعو إثيوبيا إلى أن تحكم بالحديد والنار. ولكن هل هذا ممكن التحقق في إثيوبيا؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يجهل الرئيس إسياس أفورقي في ظل القهر الذي يفرضه على الشعب الإريتري بأن الشعوب لو حصلت على حق فإنها لا تتنازل عنه بسهولة. فالشعوب الإثيوبية بعد أن حصلت قومياتها على حقوق سياسية رغم أنها ليست كاملة، هل تستطيع أن تتنازل عنها بأمر من حاكم أو زعيم؟ بالطبع لا. ودعك من الحقوق السياسية حتى الحقوق الثقافية المتمثلة في الإنترنت مثلا، هذه لن يقبل الشعب الإثيوبي أو السوداني مثلا أن تؤخذ منه ولو ليوم واحد. وحال السودان وإثيوبيا ليس كحال إريتريا التي يستطيع السياس وعوانه حرمان الشعب فيها من الإنترنت والاتصالات.
ولكن لو حصل الشعب الإريتري نفسه على مثل هذه الحقوق فإنه لن يتخلى عنها مهما كان حجم الإرهاب والوعيد من الحكام. لذلك نقول بأن نصائح السياسي لأبي أحمد بأن يقطع الإنترنت ويحرم القوميات ويمارس الغمع والبطش في بلاده هي نتيجة ممارسات وعقلية ديكتاتورية لا تصلح مع الإنجازات التي حققها شعب إثيوبيا في الماضي، وإنما يصلح للتطبيق في إريتريا لن يصلح بالضرورة في إثيوبيا ولا السودان. فشباب السودان على سبيل المثال وعندما حرموا من الأساسيات خرجوا وصدورهم مفتوحة ضد نظام البشير الفاسد وأسقطوه ورموا برأسه وراء الزنزانة، وهبت الشعوب وثوراتها لا يمكن القضاء عليها بالرصاص والقمع كما تعود سياس أفورقي. استمعتم مستمعي ومستمعات الكرام إلى تعليق في الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي، تعليق على الحدث تحت عنوان خطر رأس الأفعى لا يزول بمجرد قطعه، وكان بقلم فتحي عثمان. في الجزء الثاني تتابعون مستمعاتي ومستمعي الكرام تقريرا للBBC يشير إلى وجود قنبلة بيئية تهدد السواحل في البحر الأحمر، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. من المقرر أن ينعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمناقشة التهديدات التي تشكلها ناقلة نفط صديقة متوقفة في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية. وتحمل الناقلة FSO سيفر على متنها أكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام، وهي مهجورة، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمت السفينة. ولم تخضع الناقلة تقريبا لأي أعمال صيانة منذ اندلاع الحرب الأهلية المدمرة في اليمن قبل 5 أعوام. ووافقت جماعة الحوثي يوم الأحد الماضي على السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بالصعود على متن السفينة وسط خلاف حول بيع النفط الذي تحمله. وتقف السفينة التي أنشئت منذ 45 عاما في عرض البحر على بعد 60 كيلومترا، أي 37 ميلا شمال ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. ودخلت المياه مؤخرا إلى غرفة محرك الناقلة، مما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها، وكانت قد أجريت لها عملية إصلاح مؤقتة، إلا أن الأمم المتحدة قالت أنه كان من الممكن أن ينتهي الأمر بكارثة. وإلى جانب تأثيرها المدمر على الحياة البحرية في البحر الأحمر، فإن انتشار بقعة زيت في المنطقة من شأنها أن يدمر مصدر رزق الكثيرين ممن تعتمد أعمالهم على صيد الأسماك. وتعتقد جمعية حلم أخضر البيئية اليمنية أن أكثر من 126 ألفا ممن يعملون في قطاع صيد السمك من الممكن أن يخسروا وظائفهم. وكانت الجمعية قد حذرت الشهر الماضي من أن اليمن سيكون بحاجة إلى فترة طويلة للتعامل مع تبعات التلوث البحري الناتج عن خطر هذه السفينة. وأضافت أن البيئة في البحر الأحمر ستكون بحاجة إلى أكثر من 30 عاما للتعافي من التداعيات الوخيمة المترتبة على تسرب النفط في المنطقة. كما أن من شأن تسرب النفط في هذه المنطقة أن يعيق واحدا من أنشط الممرات الملاحية لسفن الشحن في العالم، ويؤثر على إيصال الأمدادات والمساعدات إلى ميناء الحديدة الذي يعتبر شريان الحياة لما يقارب ثلثي سكان اليمن. في نهاية يونيو عربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن قلقها الشديد، إذا ما قالت أنه خطر متنامي من حدوث خرق في جسم الناقلة أو انفجارها، محدثة كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجاراتها. وطلبت الدول الأعضاء في المجلس من جماعة الحوثي منح خبراء فنيين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة تصريحا فوريا وغير مشروط بالصعود على متن الناقلة لتقييم حالتها وإجراء إصلاحات ضرورية ممكنة، إلى جانب تقديم توصيات بشأن استخراج آمن للنفط على متنها. ويقال أن الأمم المتحدة تناقش بيع النفط المسترد الذي تقدر قيمته ب$40 مليون وتقسيم عائداته بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي يدعمها تحالف دول خليجية، إلا أن الحوثيين يصرون على أنه يجب أن يسمح لهم فقط ببيع النفط. وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن قيمة هذه الكمية من النفط هي نصف ما كانت عليه قبل انهيار أسعار النفط الخام، رغم أنه كان من الممكن أن تكون أقل من ذلك اعتمادا على جودة النفط. وأفادت تقارير بأن الحرب الأهلية في اليمن تسببت في مقتل أكثر من 100,000 شخص،
وأثارت ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج نحو 80% من سكان هذا البلد، أي ما يقرب على 24 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المعونة والحماية، في حين يعاني ما يقدر بنحو 2 طفل من سوء التغذية الحادة، إلى جانب أن اليمن يكافح الآن أيضا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. كان هذا مستمعاتي ومستمعي الكرام تقريرا للBBC حول كارثة بيئية وشيكة تهدد سواحل البحر الأحمر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. السودان والصومال يصوتان ضد تجديد مهام مقررة حقوق الإنسان لإريتريا. صوت كل من الصومال والسودان ضد تمديد فترة عمل مقررة حقوق الإنسان لإريتريا السيدة دانيلا كرافيتس، ورغم ذلك فازت المقررة بتمديد فترة عملها لمدة عام آخر بفوزها ب24 صوتا وامتناع 13 دولة واعتراض 10 دول على تجديد مهامها. تزايد وتيرة التردي المعيشي في إريتريا ودول شرق أفريقيا. أكدت أرقام إحصائية تردي الأوضاع الاقتصادية خاصة في السودان المجاور لإريتريا، حيث أشارت إحصائية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي السوداني حول الاقتصاد السوداني بأن التضخم ارتفع بنسبة 136%، بينما ارتفع سعر صرف العملة الصعبة بواقع 22%، مما زاد من صعوبة الحصول على السلع الأساسية من وقود ودواء وغذاء. أما في إريتريا فقد قدمت إذاعة إيرينا تفاصيلا دقيقة حول تردي الأوضاع الاقتصادية وقائمة بأسعار السلع الأساسية في البلاد. وفي ظل غياب الإحصائيات الحكومية الرسمية حول الوضع الاقتصادي، فإن المؤشرات يمكن قراءتها من خلال ارتفاع الأسعار وتدني الدخل وقفل الحدود وانعدام السلع الرئيسية في العاصمة والمدن الكبرى كالخبز والدقيق وزيت الطعام والسكر، حيث تحاول دكاكين حدري التابعة لشركة البحر الأحمر تعويض تدفق السلع الرئيسية بسبب قفل الحدود مع دول الجوار، ولكن دون جدوى. تصاعد التوتر في ليبيا مع تهديد مصري بالتدخل فيها. تصاعدت وتيرة التوتر في ليبيا بعد أن لمح الرئيس المصري بأن الجيش المصري يمكن أن يغير الواقع على الأرض. وقال الرئيس المصري في اجتماع مع زعماء القبائل الليبية بأن الجيش لن يتدخل في ليبيا إلا بطلب من القبائل، وأن تدخله سوف يغير الواقع على الأرض. اليونان تطلب دعما أوروبيا في مواجهة تركيا. أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس الأربعاء الماضي لأعضاء حزب الديمقراطية الجديدة في البرلمان الأوروبي أنه يتعين على شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أن يتفهموا أن اليونان، وهي عضو في الاتحاد، تواجه سلوكا متصاعدا ومحاولة من جانب دولة غير عضو بالاتحاد من أجل اغتصاب حقوقها السيادية، في إشارة إلى تركيا، وهي دولة في الحقيقة كما قال كانت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم تحياتي محدثكم فتح عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.